عطلهم ويلحقها، انما يسيبها لاحمد سعيد اوكا بترقيصه على الهادي كده، انما كان لازم يطلع تاني على طول احمد سعيد اوكا وياخد منها فاولات من اماكن قريبه من لعيبه اهلي طرابلس. بيعترض ياسر ابراهيم وفوزي على محمد بن موزة الحكم الجزائري اللي بيقود المباراه مع الثنائي نبيل نبوه وابراهيم الهملالي. ادى ركله جزاء الراجل ولا ايه؟ مش ممكن اللي فاتت دي، يعني عينينا زغللت ولا ايه؟ دي جوه ال 18. ادي اللعبه اهي وهنشوف الحكم مديها ايه، مديها من جوه. مش ممكن، يعني ده انا بتكلم كمان على انها فاول. محمد بن موزة هو اللي بيفاجئنا بقرار، مش اللعيبه بقى اللي بتفاجئنا بهدف ويدي ركله جزاء. هنشوف من جوه ولا من بره. كابتن رضا البلتاجي يقول لنا عليها ايه، وضع اعتراضات على طول. يعني انا بتكلم الراجل ما كانش شاور على نقطه الجزاء غير بعد ما اللعيبه سلك نفسه كده وجري على نقطه الجزاء وادى ركله جزاء لاهل طرابلس. يحطها على طول الغنودي. الهدف الاول لاهل طرابلس، هدف مبكر هيفرق ايجابيا مع لعيبه اهل طرابلس ولعيبه سموحه. انما قرار هنشوفه هنتكلم عليه كتير، ضربه الجزاء اللي خد منها بطل ليبيا في اللعبه اللي فاتت. هدف التقدم عن طريق محمد الغنودي اللي قدامنا كابتن التيم، اللي كان ليه تجربه على فكره في الدوري المصري ما دامتش اكتر من 4 شهور. شفنا اهو بقى كرول في المشهد مع محمود جابر مدير الفني الهولندي الكبير لفريق اهلي طرابلس، اللي كان ليه تجربتين قلت في نهايه التسعينيات مع نادي الزمالك ومع المنتخب الاولمبي اللي